مكبرين اصاحبي راه ما كاينش شي حاجه هذا راه كارثه. اولدي طاكيه شو ما صاحبي شو ما الريزو ناقص، الريزو قليل. سمعت قلت لك الريزو قليل. التقييمات ولا ما عندكش؟ دايره طالعه القاش. ادخل لا بغا يدخل. شنو هو الكود هذا؟ دير 12 4 المرات. شنو؟ 12 4 المرات. شنو هو بعدا هنا واحد كونيكس 12 4 مرات. مرحبا بكل المتابعين. هذا اليوم نتواجد بإقليم آسفي في فاجعة متابعين الأوفياء. سقوط تلاميذ في يعني القناة المخصصة لتحلية المياه هنا بإقليم آسفي بالضبط من جماعة المصابيح. سيبقى. إذا المشاهدين الكرام دائما متواصلين معكم من إقليم آسيو بالضبط من جماعة المصابيح. يعني كان هناك هذا الدوار اللي كيعيش على مأساة غرق طفلين تلميذين اللي كانوا متجهين نحو المدرسة، فإذا بهم يعني زلقوا في هذا المكان. واحد فيهم حسب المعطيات الأولية تعتق وعتقوه الناس، واحد آخر باقي غارق في هذا المكان أو في هذا البركة. مشاهدين الكرام اللي بطبيعة الحال حفروها باش يدوزوا قنوات مياه التحلية. إذا كيف ما كتشوفوا مشاهدينا الكرام عناصر الوقاية المدنية مرفوقين بالسلطات المحلية كيحاولوا انتشال جثة هذا الطفل أو هذا التلميذ اللي توفى في هذا المكان رحمه الله. إذا الله يصبر عائلته. صراحة يعني مشروع بحال هذا ديزا من حداه الطريق كان والو بد ان يكون واحد السياج هنا اللي غيحمي المواطنين ويحمي الوليدات الصغار، لانه نوجد التحيه والترحاب ونعتذر دائما عن انقطاع البث المباشر. مرحبا بكم في هذا البث المباشر هنا من اقليم اسفي لوفاه طفل يعني متمدرس غرق شابين ابناء يعني منطقه مصابيح اقليم اسفي. غرق شابين تم انقاذ يعني واحد والاخر لا زال داخل يعني البركه المائيه المخصصه لتحليه المياه. إذا دائما مشاهدينا الكرام متواصلين معكم عبر هذا البث المباشر. كيف ما كتشوفوا مشاهدينا الكرام عناصر الوقاية المدنية كيبذلوا مجهود كبير لانتشال جثة الطفل اللي غرق في هذا المكان. إذا رحم الله هذا الطفل أو هذا التلميذ اللي كان متوجه للمدرسة، فإذا به غرق في هذا المكان. إذا كيف ما كتشوفوا مشاهدينا الكرام عناصر الوقاية المدنية يسارعون الزمن لاستخراج جثة
كنقطع عليك في التلميذ رحمه الله. اذا كيتواجدوا كذلك عناصر الدرك الملكي التابعين للمركز الترابي بجامعه سحيم، وكذلك رئيس دائره عبده، وكذلك قائد قياده القرعاني في عين المكان. شوفوا يعني خطير هنا من اقليم اسفي. رجال الوقايه المدنيه والسلطات المحليه يقومون بالبحث عن شاب غرق هنا ببئر مائيه مخصصه يعني خاصه بتحليه المياه باقليم اسفي، مباشره من جماعه المصابيح اقليم اسفي. كيف ما كنشوفوا يعني مجهودات جباره كيقوموا بها الوقايه المدنيه من اجل يعني انتشال جثه لطفل متمدرس هنا بهذا المكان المخصص يعني لتحليه المياه. يعني كنعرفوا ان الشركه قامت بحفر هذا المكان باش تدوز فيه يعني القواد باش يعني تحليه ديال المياه، لكن كنعرفوا كثره الامطار عرفت يعني كثره المياه في هذه المنطقه هذه بالضبط، وتم يعني مات احد الاشخاص هنا والاخر تم الانقاذ ديالو. اذا الغريب في الامر مشاهدينا الكرام هو ان هذا المكان غير مؤمن، وانه ما كاينش واحد السياج اللي غيحمي الاطفال ولا يحمي المواطنين، وكنشوفوا ان هذه البلاصه جات على الطريق يعني، وما كاينش حتى شي عساس اللي غيوقف هنا ويرد البال لا توقع شي كارثه. مشروع مفتوح يعني بحال شي فخ مفتوح، اللي جاي يموت اللي جا يعني لا حول ولا قوه الا بالله. وشفنا المشكل اللي تسببت فيه هذه الشركه سابقا في جماعه بوقدره، انه الواد انحرف على المسار ديالو بسبب هذه الاشغال في منطقه بوقدره. مره اخرى تعيش المنطقه على فاجعه بسبب هذه الاشغال. هنا مشروع مفتوح يعني ما كاينش لا سياج لا ما كاينش اللي غيحمي المواطنين، خصوصا ماشي على طول المشروع وانما غير على هذه البلاصه اللي جات حدا الطريق وجات حدا الدوار. يعني دابا جوج وليدات غرقوا، واحد تم انتشال جثته واحد عتقوه، واحد لا زالت عناصر الوقايه المدنيه تسارع الزمن لانتشال جثته. نسال الله السلامه، الله يرحمه والله يرحم او الله يصبر عائلته. اذا المشاهدين الكرام كيف ما كتبعوا معنا عناصر الوقايه المدنيه كتحاول انتشال جثة هذا التلميذ اللي غرق هنا. كان متوجه للمدرسة حسب المعطيات الواردة، هو الصديق ديالو أو الزميل ديالو، فإذا به غرق في هذا المكان. هو الصديق ديالو استخرجوا الجثة ديالو أو لا استخرجوا عفوا حي، والتلميذ الآخر كيحاولوا عناصر الوقاية المدنية استخراج الجثة ديالو في هذه اللحظات. مكان خطير ومكان يعني فيه الوحل. دخل الويفي ما تحتاجش تتعب. إذا للتذكير مشاهدينا الكرام راني طالق أخو للتذكير متواصلين معكم من جماعة المصابيح بإقليم أسفي. إذا كنتواجدوا مشاهدينا الكرام بالضبط دوار طلوح بجماعة المصابيح بإقليم أسفي اللي كيعيش اليوم على وقع هاد المأساة.
اذا الله يرحم هذا التلميذ هذا، والله يهدي هاد الناس هادو اللي مسؤولين على هذا المشروع انهم يقوموا بتامين هذا المكان، خصوصا انه جعل الطريق اللي كيدوزوا منها التلاميذ. ما عرفناش الحيثيات ديال الغرق ديال هاد التلاميذ او التلميذين اللي واحد عتقوه وواحد باقي كيقلبوا على الجثه ديالو. اذا مشاهدينا الكرام الساكنه كيتسناو الخروج او استخراج جثة هذا الطفل هذا. الناس ديال الدوار كل شويه في الهلع، كل شيء كيعيش واحد على وقع الصدمه. هذا اليوم هنا باقليم اسفي جماعه مصابيح بالضبط بهذه البركه الخاصه ب يعني قناه تحليه المياه باقليم اسفي يعني عمرات الماء بحكم التساقطات الاخيره. اذا الله يرحم هذا التلميذ مشاهدينا الكرام، الله يرحمه الله يصبر والديه. وما زالين عناصر الوقايه المدنيه كيسارعوا الزمن لانتشال جثة هذا التلميذ اللي مازال غارق في هذه البركه المائيه. يعني بالعدودات ديالنا وعلى المناطق ديالنا غادي متابعين فينا ما درنا دايرين فينا بالحال الدراري فينا يلا غادي متابعين بعد عند سيكريسين وخلي الدراري كيتلاحوا عندي ندير معاهم هذا النهار. إذا الساكنة كيحتجوا مشاهدينا الكرام نظرا لغياب النقل المدرسي، ما كاينش نقل مدرسي، دوار يعيشوا العزلة. وانا نسالو ونجي عندكم عطونا التصريحات ديالكم. غادي متابعين اصاحبي غادي يلاه عندنا رشيد عنده جيبوا معنا شوف اخر عنده نشوفوا الطريق كي دايره مشاهدينا الكرام، لا طريق لا ترونسبور لا حواجز وقائيه اللي العظيم. شوفوا الناس ساكن كيحتجوا على هذا الشيء. هذا هو التريكو او القميص اللي ناخذوا به احد التلاميذ. نقضوا به واحد اخر مات واحد ونقضوا به هذا الاخر. جرب التريكو. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قطاع البث المباشر هنا من اقليم اسفي جماعه المصابيح. كنشوفوا ان الوقايه المدنيه يسارعون الزمن من اجل يعني انتشال جثه يعني الشاب اللي غرق هنا ولا الطفل عفوا اللي غرق هنايا بفعل يعني الاوحال وهذه البركه المائيه اللي كاينه متواجده يعني في القناه المخصصه لتحليه المياه. واحد سلم به الشركه راه صحيح هذاك راه حضور كبير لرجال يعني الوقايه المدنيه، الدرك الملكي، القوات المساعده وكذلك رجال السلطه حاضرين يعني من اجل يعني الوقوف على هذا كيمشي هذا راه كنطلقوا شوف واش يطلع لك.